باشر المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يوم الجمعة استعداداته في مركب محمد السادس لخوض المباراة الودية التي ستجمع بمنتخب الرأس الأخضر الاثنين المقبل في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط على الساعة 8 مساء. وتأتي هذه المباراة في إطار الاستعدادات للمباراة الثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا بميدان هذا الأخير في مدينة جوهانسبورغ يوم 17 من هذا الشهر على الساعة 5 مساء برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا الكوت ديفوار 2023. وتعرف لائحة المدرب وليد الركراكي عودة بعض العناصر التي غابت على المنتخب في المباريات السابقة وبطولة كأس العالم، وكيظل أبرزهم فهد موفي وأسامة الإدريسي وآدم ماسينا وطارق تيسودالي اللي كان غاب بسبب الإصابة اللي حرمته من المشاركة في المونديال قطر. وأكد اللاعب أنه سعيد بالعودة للمنتخب وأن اللاعبين كيمثلوا عائلة وحدة وأنهم مركزين على كأس إفريقيا. كما عرفت اللائحة استدعاء بعض اللاعبين لأول مرة مثل إسماعيل قندوس ويوسف المالح وحارس فريق الوداد البيضاوي يوسف المطيع. وكتبقى أبرز الغيابات عن لائحة المنتخب الوطني كتمثل في بلال الخنوس اللي غادي يكون مع المنتخب لأقل من 23 سنة مع العديد من اللاعبين الشباب اللي سبقوا حملوا قميص المنتخب الأول. وزارة طاقم المنتخب الوطني بحضور السيد محمد بن سعيد وزير الشباب والثقافة والاتصال والسيد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للمعرض الدولي للكتاب بالرباط. كما قام بعض اللاعبين والمدرب بمتابعة مجريات فنون تبوريدة في مركز دار السلام. تزيد هذه الأنشطة خارج رقعة الملعب من روح التفاهم داخل مجموعة المنتخب.